في المغرب لا تستغرب، مثل تداوله الناس في وصف ما تخفيه المغرب من أسرار وعجائب أبهرت العالم. ولتؤكد المغرب على إبهارها وربما لتكشف بعضا من أسرارها، قدم فريقها في مونديال قطر بعضا من عجائبه. صعود أسود الأطلس لدور 16 وتصدره للمجموعة كان بمثابة الزئير في وجه الفرق الكبرى، وخاصة الفريق البلجيكي أحد المرشحين للفوز باللقب. لم يكن صعود الأسود مصادفة أو بضربة حظ، وإنما بجدارة مستحقة قدمها رفاق حكيمي وزياش وبونو وغيرهم الكثير من المحترفين في الأندية الأوروبية. فوز مستحق ربما رسم ابتسامة على شفاه الكثيرين من العرب بعد حزنهم على فشل الفرق العربية الأخرى في إكمال مشوارها في المونديال وخروجها من الدور الأول. تأهل المغرب مع 3 دول عربية فقط هي قطر والسعودية وتونس للمونديال، وصعوده وحيدا لدور 16 مخلفا خلفه نظائره من